أبو بكر الصديق كان يقوم الليل بآية واحدة. أبو بكر الصديق كان رجلا أسيفا. ما معنى أسيف؟ يعني كثير البكاء، لا يقرأ آية من كلام الله إلا ويبكي. لذلك لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن مروا أبو بكر فليصلي بالناس، ماذا قالت عائشة؟ قالت: يا رسول الله، إن أبي رجلا أسيف لا يستطيع الصلاة لأنه رجل يبكي، فالناس ما راح يسمعون صوته، ما راح يسمعون التلاوة لأنه رجل كثير البكاء. قال: مروا أبو بكر فليصلي في الناس، مروا أبو بكر فليصلي في الناس. فكان أبو بكر لا يقرأ الآية من القرآن إلا ويبكي ويبكي ويبكي، لأنه يعلم عظمة هذه الآية. فكان أبو بكر رضي الله عنه يقوم الليل وهو يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أبو بكر الصديق كان صوته جميل. كانت قريش تمنع أبو بكر الصديق أنه يقرأ القرآن عند البيت، يعني عند الكعبة، لأن النساء يجتمعن عنده، والأطفال يجتمعون عنده، والرجال يجتمعون عنده، ومن يأتون من خارج قريش ومن خارج مكة للتجارة وغيرها يسمعون القرآن فيجتمعون: إن عليه لحلاوة، إن فيه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة. يجتمعون فمنعوه، قالوا: تبي تقرأ القرآن راح اقرأه في بيتك. الناس أصبحت تجتمع عندك وأصبحت تدخل الإسلام بآية يتلوها أبو بكر وحده بس يكرر.